بيان إلى الرأي العام حول الإرهاب المتركب بحق الكرد في جنديرس في ليلة عيد النيروز، عيد الانبعاث والمقاومة والسلام، وفي الوقت الذي يحتفل فيه الشعوب الكردستانية والشعوب الأخرى بهذا العيد، وفي الوقت الذي يتلقى الكرد فيه التبريكات من الأصدقاء أصدقاء الشعب الكردي وقوات وحركات شخصيات وطنية سورية ديمقراطية تستمر فصائل المرتزقة بارتكاب جرائمها في عفرين المحتلة وفي ناحية جنديرس الجريحة التي تكبل عليها تنظيمات الظلام، حيث أدوا أربعة من سكان عفرين الكرد في جنديرس بينما يقومون بإيقاد نيران النيروز للعيد القومي الكردي. إنما المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي في الوقت الذي ندين هذه الجريمة الإرهابية بأشد التعابير يحمل النظام التركي وفصائله الإرهابية والمرتزقة وما يسمى بالائتلاف بجميع مكوناته ومسؤولياته الدم السائل في جنديرس وعفرين، ونطالب بمحاسبة الجرائم وتقديمها للعدالة، كما نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجبار تركيا الأردوغانية وإنما الاحتلال العفريني والسركانية ورأس العين وكريسيبي والتل أبيض ومن جميع المناطق السورية التي قام باحتلالها، وفتح تحقيق دولي عن جرائم الحرب المرتكبة بحق شعبنا منذ البداية الأولى للأزمة والاحتلال اللحظات. نعاهد شعبنا ومكونات شعبنا السورية الأبية في يوم النيروز المبارك بأننا نستمر نضال العشائر حتى تحرير كل من المناطق المحتلة. المجد لشهداء عفرين وكل شهداء الحرية.